القهر يا القهر، انا ينصب علي. السالفة فريش وجديدة، سمعوها قبل يومين بالقوت ماركت. تخيلوا، الله يسلمكم، ياو مجموعة من الناس بيسلمون علي وبيصورون معي. سبحان الله، انا ملاحظ ان لما تي مجموعة تسلم تشجع غيرها من الناس انه يجون ويسلمون ويسولفون. للحين الامور طبيعية 100%، لين ما يا واحد من جنسية ما يتكلم عربي، يعني حتى قاعد يكلمني انا بالانجليزي، فواضح انه ما يعرفني، بس قال لي بصور معك. قلت يمكن تاثر من الناس، شاف ناس صوروا، يلا مع الخيل يا شقره وياهم خلينا نصور. قلت له اوكي عادي، حياك. صور معاي صوره واحده، مبين انه هو شاق الابتسامه وايد، هو مستانس اكثر مني. انا قاعد ابتسم، بس عرفت الابتسامه اللي صراحه يعني صراحه فيها مجامله. هو متشقق وناسه. ليش؟ لحد الان ما ادري. حين وصلتني اليوم صورتي انا مع هذا الشخص منو؟ من ربعي انا بالسوشيال ميديا. قلت لهم شو السالفه؟ منو هذا الشخص؟ شلون وصلتكم هالصوره اصلا؟ قالوا لي هذا الشخص يدعي انه منتج، او يمكن يكون هو فعلا منتج للقطات السريعه والفيديوهات السريعه، ويقول شفتوا هذا الشخص اللي هو انا ايش عليهم واحد واحد، قايل لهم اي فيديو تشوفونه حقي انا هو منتجه. القصه شنو؟ انه سال الناس هذيلا عن حسابي، عطوه حسابي، صور معاي وقام ينشر حق الناس انه شفتوا هذا، شوفوا انا مصور معاه، انا اللي منتج كل فيديوهاته وانا اول مره اشوفه. والله لا يدري عنك مضيع، لا يدري عنك المنتج الصجي حق فيديوهاتي. يسويك شاورما والله. طبيعي انك تتساءل ليش قاعد يدش على وايد ناس نقدر نقول بالسوشيال ميديا وقاعد يقول لهم انه هو منتج فيديوهاتي. شنو الهدف؟ طال عمركم يبي شيء واحد بس، يبي ياخذ فلوس من الناس. فلوس مقابل شنو؟ امنتج لك الفيديوهات نفس ما منتجت حق فلان اللي هو انا، اللي هو ما منتج لي اصلا. قاعد يصير نصب واحتيال، قاعد ياخذ فلوس من الناس وقاعد ياخذ فلوس من المؤثرين بالسوشيال ميديا. وبعضهم ترى يعني عندهم فولورز وايد، وبعضهم عندهم فولورز شويه، بعضهم يعني يمكن يتاثر، يمكن يقول اخ يلا خلينا نجرب ممكن. وانا ما ادري صراحه اذا عطوه فلوس هل فعلا يمنتج ولا بس ياخذ فلوس ويمشي. بس بالحالتين هو كذاب، ما منتج لي ولا شيء، واول مره اشوفه بحياتي. بامانه ضايقني وقهرني بامانه يعني. وبس والله.